يا صباح الفل، صباح الرضا، صباح الورد عليكم يا احلى متابعين. او مساء الفل على حسب الوقت اللي هتشوفوني فيه. النهارده هنعمل فنجان قهوه بوش مية مية للناس اللي مبتديه بتعمل فناجين القهوه الامارات. بسيط جدا ويطلع معاكي بوش في كل مره، سهل جدا وبسيط. طبعا بتحطي السكر على حسب ما تحبي. انا حطيت ربع معلقه سكر ومعلقه ونص من البن، سواء بن فاتح غامق وسط، زي ما بتحبي تعمليه اعمليه. كنت بوريكم في الاول ان ممكن نعمل في الكنكه ام بوز ضيق او الكنكه ام بوز واسع. في الحالتين القهوه هتطلع معايا بوش حلوه قوي ان شاء الله. تدوبي بقى وتحطي السكر اللي يناسبك والبن اللي يناسبك، وتهدي النار جدا جدا. القهوه عشان تطلع معاكي مظبوطه ومستويه وطعمها حلو قوي في بقك لازم تهدي النار. لما تعلي النار القهوه مش بتستوي معاكي وكانك بتشربي ميه، مش حلو. تهدي النار جدا. هو المفروض كمان اهديها اكتر من كده، بس لما اجي اهدي البوتاجاز ده بيطفي على طول. لما بتبتدي بقى القهوه تنمل معانا كده من الجناب خلاص بيبقى هانت. ما تسهيش عنها ولا وشك ولا وشك يبص كده ولا كده، عشان هي غداره زيها زي الايه. لا مش غداره القهوه حبيبتي، زي اللبن كده. اول ما ندير وشنا الناحيه التانية بنلاقيه فار على طول. هي كمان بالظبط كده زي اللبن. فما توديش وشك في اي حته وانتي بتعملي القهوه، خليكي مركزه. قبل ما تفور بقى خلاص كده بطلعها من على النار واصبها في الفنجان، وتبقى احلى قهوه بوش ممكن تشربيها. والف هنا وشفا على قلوبكم. طبعا الفيديو لسه ما خلصش، هنعمل مع بعض الفطار جامد ومتين كده على الصبحيه. بس انا قلت اوريكم القهوه الاول. طبعا انا عملت القهوه بعد ما فطرنا. والقهوه يا جماعه نصيحه من اختي ليكم، اوعوا تشربوها على معده فاضيه. اوعوا الناس اللي تقول لك انا مش هصحصح ولا كده هفوق طول اليوم الا لما اشرب قهوه الاول. لا يا جماعه، القهوه لازم تتشرب تكون واكل اي حاجه او واكله اي حاجه، ما تتشربش على معده فاضيه. نيجي لفطارنا الجامد المتين يا جماعه، فطار شعبي كده والله، منه فطار ومنه غدا، لانه بيقعد في البطن وبيشبع. هو زيوت طبعا وكل حاجه، بس يعني ايه، احنا بقالنا زمان ما عملناش الفطار الجامد ده. عملنا بطاطس. البطاطس حلوة قوي قوي الايام ديت ومش غالية ورخيصة. بطاطس اسبونتا للتحمير. انا جايبة كيلو ب10. فهي كده في المتوسط، مش غالية يا جماعة. 10 جنيه حلوة جدا. هاتي كمية وسيبيها عندك، ممكن تجيبها اقل من 10 جنيه لو جبتي كمية كبيرة و تعينيها عندك، تخزنيها عندك. حلوة جدا. قلينا بطاطس وهنقلي بتنجان، وهقول لك تكايه حلوه قوي قوي في البتنجان. اكيد كلكم عارفينها بس نذكر بعض بينا. خلاص. شوف الكشه امين. ربنا يا جماعه يحفظ اولادنا من كل سوء، ويحفظنا كبار وصغار كلنا وكل اللي حوالينا يا رب. آه هنا البتنجان بقى قطعته ورشيت عليه شويه ملح واسيبه 10 دقايق كده، هينزل الميه اللي فيه كده، ما يشربش منك زيت خالص. وانت بتيجي تقليه هتشوفوا دلوقتي طلع ميه منه قد ايه. لما تيجي تقليه بقى مش هيشرب معاكوا زيت. بقول ربنا يحفظ اولادنا وبناتنا وامهاتنا وكلنا يا جماعه، لان الواحد بقاش متخيل كل ما يجي يفتح الفيسبوك او اليوتيوب او ايا كان يتفاجئ كده بكمية حوادث غريبة الشكل وغريبة. يعني الواحد عمره ما سمع عن الحاجات دي. يا إما خطف، يا إما قتل، يا إما غدر، يا إما مشاكل كبيرة جدا في اليوتيوب، مشاكل عائلية. يعني تحس إن ما بقاش في خير ولا بركة ولا ليه كده. يعني أنا بصراحة لما بقيت أفتح الفيس نادرا قوي لما الفيس بقى يخرجني من المود. كنت الواحد يقعد شويه يفوق، لا ده بالعكس، الواحد بقى يفتح الفيسبوك يلاقي بلاوي عليه بتغير مودك طول اليوم، تخلي نفسيتك زي الزفت. اديله يا سليم. والله بجد يا جماعه خلوا بالكم من اولادكم. والله يعني ربنا يسترها علينا وعلى اولادنا يا رب، من كميه البشاعه والحوادث اللي بتحصل حوالينا دي، قتل وغدر ونصب كل حاجه وحشه. في الجانب التاني طبعا بنلاقي حاجات حلوه جدا ما بتطلعش برضو غير من المصريين، شهامه وكرامه وكل حاجه. بس عايزه اقول لكم ان كل مجتمع فيه الوحش وفيه الحلو، بس اللي هو ظاهر قدامنا حاليا يعني بشاعه بطريقه غريبه وقلة امان، والناس بقت نفوسها وحشة. يعني ربنا يسترها عليكم وعلى عيالكم وعلينا كلنا يا رب. دي توابل بطاطس بجيبها مغلفة بصراحة، ممكن اعملها في البيت وممكن تجيبيها فرد.
بس انا بحس المغلفه دي بتديها طعم حلو جدا، وبعدين انا ما بجيبهاش كل يوم، عند التلفزيون. فقلنا نجيب كده سكينة القش. طبعا الاكله دي ما تاكلهاش غير بالشطه والفلفل كده. كانت هتحلى اكتر واكتر يا جماعه لو عملنا الدقه بتاعت الثوم والليمون، بس بقى خلاص هي طلعت في دماغي كده فجاه، فكفايه الملح والفلفل كده والكمون على الاكله القمر دي والبطاطس القمر دي. الحقوا هاتوا البطاطس في الوقت ده، رخيصه وحلوه وحلوه جدا للتحمير. يا رب ما كنتش طولت عليكم الفيديو، حطوا لايك وسبسكرايب واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه، وخلي بالكم من اولادكم حبايبي. اللي لسه ما حطليش لايك حطي اللايك، حطي اللايك، حطي اللايك قبل ما تمشي، وحطي الاشتراك وفعلي زر الجرس، واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.